هو لاعب المدن ربيع التماس. كان بسرعه قلت الشيء الجميل الذي ينفرد به المرحوم محمد كسعيد هو ترسيخ القيم النبيله، ترسيخ قيم الاخلاق الفاضله في نفوس اولاد المرأة الصغار بحضور الامهات، حضور الاخوات، الاباء، الاخوه، الاجداد، الاعمام، الاخوان، الكل حاضر. جو عائلي جميل جدا، جو عائلي حصريا نقول لن تجده الا بساحه المشوار في كافه الدوريات الرمضانيه، ليس فقط على المستوى المحلي بقدر على المستوى الجهوي، ولماذا كذلك مستقبلا على المستوى الوطني نظرا لاسباب عده على مستوى قيمه الجوائز المقدمه. وساترك لكم مفاجاه الجوائز الى نهايه المقابله، جوائز قيمه جدا مهداه من طرف جمعيه تسنيد صدقه ورياضه في انتظار المرأة الصغار. والهدف الثاني من ايمن انشر يتمكن من اضافه الهدف الثاني. الهداف ايمن انشر يضع مرة أخرى فريق تسقط تسنيد في المقدمة. قلت قبل لحظات احذروا من الهداف الخطير والمرعب أيمن أنشر، ما شاء الله 55 عليك، هداف من الطراز الرفيع. أقولها بدون مبالغة ولا مجاملة، ليس حبا في سواد عيون عمر أنشر ولا ابن أيمن أنشر، بقدر هذه الصراحة على مستوى ركبة الميدان أن تتوج بطلا للمغرب وهداف للمغرب. فرصة الهدف الثاني، الهدف الثالث لصالح فريق تسقط تماس. الهدف الثالث ياسين أزرو يتمكن من إضافة الهدف الثالث. إذا ارتباك وانتحار مؤقت لإبراهيم وداد الزرقاء. تلقى الهدف الثاني، لم يستفيق من صدمة الهدف الثاني ليتلقى الهدف الثالث بواسطة الصغير على مستوى البنية الجسمانية والكبير على مستوى العطاء ياسين أزرو تحمل رقم 11. أزرو يضع فريق تسقط تسنيد في المقدمة بهدف ثاني. وهنا عصام الحسن تسديدة بولول بارتباءات الانتحارية يبعد الكل الزاوية. الركنية لصالح وداد العين الزرقاء، الركنية لصالح وداد العين الزرقاء كتنفة ارضية وعودة المدافع المدن خاطئة مرة أخرى لعصام. عودة نصر ممتاز كان هذا عبد الله بن نضار، ولا فرصة تسديد سلسلة من المراوغات وتكتل بشري من جانب مدافع تسقط تماس. أقول تكتل بشري من جانب تسقط تماس والكرة في طريقة للزاوية. ركنية يشير الحكم المساعد الثاني الحسين الطريق. تسال ركنيه كتفات من الشباك الخارجيه، الشباك الخارجيه من الحارس محمد بولول. ضربه مرمى لصالح فريق تسقط تماس. إذا كما قلت قبل لحظات في التقديم الرسمي لفعالية المقابلة النهائية لا بأس أن نذكر الجماهير الحاضرة بأسماء صناع الإنجاز التاريخي لكرة القدم التونسية. التشكيلة التي حققت لقب بطل المغرب في دوري الأحياء بمدينة بوزنيقة والمنظم من قبل وزارة الشباب والرياضة. إذا صناع الإنجاز التاريخي هم على الشكل التالي: المهدي أبو درار، أيوب الناصر، أيمن أنشار. والهدف الرابع لصالح فريق تسقط تماس ويستمر النزل. 6 أهداف مقابل هدف واحد لمصلحة تسقط أمل تسنيت. محاولات مستمرة من جانب تسقط، لكن دفاعات عين الزرقاء ودفاعات الوداد ودادية خطيرة ودادية، لكن طبعا الاستلام ليس بالشكل صحيح. الوداد يتقدمون يحاولون، لكن هناك مالونتوندي وبالتالي سوء التفاهم وتعود إلى أيمن أنجار. أيمن أنجار ما شاء الله أزيد من 20 هدف في دوري أهداف، إنه طبعا مهرجان بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مهرجان الأهداف، مهرجان الروعة والجمال الكروي الذي يقام سنويا هنا بساحة الباشوار التاريخية، القلب النابض للمدينة السلطانية. إذا نذكر بأن هنالك مجموعة من المداعمين والمؤثرين الذين يدعمون هذا الدوري الجميل، دوري الجمال ودوري الدلال. هناك طبعا أتاي الشرق، اتصالات المغرب، الصراحة فوياج، مغرب فوياج، شركة كوكاكولا، فندق مودو، تأمينات كسعيد، حلويات الجوكاندا، أوتيل أسكا، رشام مركز النسخ، مدرسة أسامة للحلاقة. ولا ننسى كذلك المدعمين الأساسيين، هنالك
طبعا بلديه تزنيت وكذلك عماله تزنيت، والشكر موصول للبلديه وكذلك للعماله حينما طبعا قدموا وقاموا بخطوه ايجابيه هي تصوير وتوثيق هذا الماتش الاخير وهذا الفاينل الجميل بين ابطال المغرب. انه طبعا تسقط الحكم يقول ضربه جزاء في هذه اللحظات، ضربه جزاء اذا ستؤول من ومن سينفذ هذه الضربه؟ انها ركله الحظ، اذا ركله جزاء لصالح الوداد، وداد عين الزرقاء الان اذا سيسددون ركله. هل ستكون وسيكون الحظ من حليفهم والى جانبهم ام ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن؟ اكيد ليس كل ما يتمناه المرء مدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، صدق الشاعر. لكن الان محاوله من جانب نمبر 7، التسديده سيسدد. نو اذا فرصه ذهبيه تضيع. عصام بولحسن لم تحسن صنعا يا عصام، اين العصاميه طبعا يا عصام في هذه المحاوله؟ ضيعت هدفا انت في امس الحاجه وفي احوج ما تكون اليه في هذه اللحظات، لحظات تاريخيه لا تحسد عليها صراحه في هذه طبعا الركله التي لم يكتب لها نجاح. اذا طبعا تمر بردا وسلاما على مرمى تسقط طبعا يحالفهم الحظ، لكن لا يمكن ان نبني كل شيء على الحظ. هناك ايضا مهاره، هناك خبره، هناك اداء جميل الراسيه، هناك الان طبعا صراع في وسط الميدان من جانب الوداد يهاجمون، لكن الدفاعات التسقطيه تعيدها من جديد وداديه. الوداد يتقدمون، يلا يمرون، المرور والعبور، لكن التماس من جديد لصالح الوداد. وفي هذه اللحظات الوداد تضغط، وعين الزرقاء لا سورس بلو تبحث اكيد عن الحل وتريد ان تخرج من هذه الضائقه الكرويه. هنالك محاولات مستمره من جانب الوداد بحثا وتفتيشا عن تنقيص الفارق. خماسيه ثقيله. ايمن النجار، ايمن اليوم والبركات من جديد يحاول المرور، عرضيه ام ماذا تفعل؟ يحاول مراوغه تمويه والضربه خطيره، وهنالك طبعا ضربه مرمى يقول السيد الحسين الطالبي الحكم المساعد.